تسييس الاعلام. الاعلام ايام مبارك كان بوق لمبارك، ايام مرسي كان بوق لمرسي، والحين هو بوق لاي رجل يجلس على الكرسي. بعضا من المصداقيه بالله عليكم. الاعلام بكل انواعه سواء كان مقروء او مسموع او حتى مستقل او حتى مرئي، مساله منتهيه باستثناءات بسيطه. ماذا يستطيع الاعلام في ظل التكبيل الذي تكبله له المؤسسه الرسميه ان يقدم للادباء الان؟ بنص الصوت. لا، مع التكبيل نحن نعلم انه مكبل. خليني انا اوصلك للي انت عايزه بشكل تاني. لسبب بسيط، لان انا ملتزم ان انا اسمع جمهور الشعراء، فانا عاوز اجابه واضحه، لان احنا كادباء تعبانين من المساله دي. الاعلام لا يسلط الضوء الا على انجاز التعبير الراقصات، لنكن اكثر وضوحا. راقصه باستطاعتها انها تصبح نجبه مجتمعيه وسيده مجتمع في غضون شهرين، واديب متمكن ينحر ذاته من اجل البلاد ومن اجل كلمه صادقه لا ينظر له احد. ما انا بتكلم على دي، بس انت من سيرتها بار. الناس عملت ثوره لما قالوا هتمشي وزعلت. شمال مصر رجعت صافي ناس عماله تنحر في نفسها وانت عمال تنحر في نفسك. استاذ عشان نكمل محاضرتك. طيب خليني برضه ارجع، معلش يعني خلي عندك سعه صدر ليا، انا مش هعطل الناس انها يقولوا، لكن انا عايزك تستفيد في النهايه من اللي انت من الجلسه اللي انت بتعملها بشكل اسبوعي. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل الكلام ده عشان نكون موجودين في الاعلام ونعلن كلماتنا، والاعلام ينشر لنا ونقول وتاخد حقك في النشر وتقدر تسيطر وتغير وتقدر تكون كلمتك لها تاثير، سواء على الشارع او سواء على السياسه واتيفر زي ما انت بتكتب. لكن اذا كان احنا عندنا منظومه اعلام بنقول، يعني انا اتفق واختلف معاك في حاجات، منظومه اعلام فيها نسبه كبيره من الفساد مش هتحقق اللي انت بتعمله. طيب انا هعمل ايه؟ انا بقول لك انا مش هعرف احقق لك ده. ايه البديل بتاعك؟ انت ايه البديل؟ الاعلام دلوقتي مش هيحقق لك في الفتره دي، الاعلام مش هيحقق لك اللي انت بتدور عليه. ان انا اخرج اوصل صوتي بقى بجيبها لك من الاخر يعني. بكل حريه انا اخرج للناس واوصل صوتي ما دام الجريده والاعلام. احنا عايزين دي فكره، هخرج للناس وهنوع ندواتي وهطلع واروح هنا وهنا 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 وهتكلم. اوكي، ايه تاني؟ المشكله عارف حضرتك ايه كمان؟ ان انتوا يعني مش انتوا يعني لا براحتك. اقول ان الاعلام كمان حتى لو احنا بنشرنا كتب ونزلناها، فتحس ان هو مش جاي معانا، ده بيحاربنا باللي هو بيقدمه. يعني اللي هو بيقدمه بياكل من وقت الشخص ان هو يمسك كتاب ويقراه، بيخليه يقعد الساعتين بدل مثلا ما يفتح كتاب يقراه لواحد انا كاتبه او ده كاتبه او ده كاتبه وهيفهم منه كلمه مفيده. لا، ده بيوجهه لحاجه تانية، لشكل تاني، فبحس انهم بيحاربنا كمان، يعني مش بس سايبنا. انا عايز افهم حضرتك حاجه، ان السائد الان في لغه الحياه هي لغه السوق. الاعلام الان هو اعلام تسويقي. هيستفيد منك ايه عشان يبتدي يعمل لك الكلام اللي انت بتحكي فيه النهارده؟ لما عمرو حسن الشاعر الصغنون الجميل ده لما بيطلع بيروح اي قناه تانية، بيبقى هم عاملين باك جراوند هيجيبوا من وراه ايه؟ هو متخيل ان هو طالع وقال القصيده بتاعته وروح وهو مبسوط، لكن لا، ده هو في بيزنس تاني معمول من وراه وهو ما هوش فاهم البيزنس ده معمول في ايه. خلينا بس نبقى صراحه. انا شخصيا عندي في الموقع، يعني انا مش بتكلم كلام، الموقع عندي مفتوح للي عايز ينشر، ما عنديش اي مشكله. انا بكلمك على الشكل العام، لكن انا كصوت لوحدي او غيري مش هنعمل لك حاجه. انا عشان كده بقول لك انت لازم تحط دايما خطوات عندك وانت قاعد بتفكر عشان تخرج بعد 10 ندوات هتعمل فيها ايه. طب ادينا انت الخطوات دي. تمام، جميل. خلينا نتفق على ان احنا نضع مع بعض الخطوات، مش احنا كلنا نحط مع بعض الخطوات. احنا النهارده هنقعد نسمع بعض يا دكتور، تمام، وهنقول مثلا هشام والله القصيده كويسه، الاستاذ نظير القصيده بتاعته يعني عايزه تتحسن في الحته دي شويه، الدكتور حسن علق على الكلام ده واتكلنا على الله وروحنا. طب وبعدين ايه حجم الاستفاده اللي هتعود عليكم؟ هتعمل ايه يعني؟ ما احنا بنتناقش. هي حجم الاستفاده. معلش يا استاذ هشام، اذا كنا احنا بنتناقش في قصيده او بننتقد في قصيده، لان في وسطينا شعراء لسه على اول السلم، فبياخدوا الخبره من الكلام اللي بيتقال للكبار، فهم بيتدرجوا بعد كده. عارف احنا كنا بنعمل ايه في الاعلام لما كنا بنتحارب؟ مش احنا كنا كده شباب صغيرين وعندنا. انا لما رحت اتعين في الجمهوريه سنه 88، انا خريج 87، لما رحت اتعين سنه 88 كانت الجمهوريه لسه يعني جورنان، وكان الوحيد اللي بيعين. لقيت ترتيبي يا دكتور 114، ترتيبي في التعيين 114، يعني معناها ان انا بعد 7 سنين ابتدي اخش الجورنان
وابتدي اخد النقابه اللي بيحكوا فيها اللي هي عامله زي نقابه الصحفيين عشان اقول ان انا معايا نقابه اللي هي زي بطاقه التموين بالظبط اللي ما لهاش اي قيمه ولا لها اي هويه. هستنى 7 سنين. عندي حل من الاثنين، يا اخش تحت التمرين واقعد اخد ال 3 4 جنيه بتوعهم واستنى ال7 سنين عشان بعد 7 سنين مش عارف ايه اللي هيحصل لي، لا هاخد سكه ثانيه خالص وهمشي في سكه ثانيه وانا ورزقي بقى. يا اما ان انا اخد روح المغامره يا اما ان انا ورزقي. انا شخصيا خدت السكه الثانيه ولغايه النهارده انا ما خدتش نقابي، قلت لا انا عايز نقابه ولا عايز بتاع، انا قوتي في قلمي وقوتي في ادائي. ايه الفرق؟ ما هو انت ناس كتيره معاهم ناس كتيره عشان يديني معاش 400 جنيه في الاخر مش فارقه. فالنهارده انت لازم عشان تمشي في السكه الثانيه دي ايه المقومات اللي انت هتعملها؟ بدانا نلجا لحاجه اسمها اعتقد كلكم بتشتغلوا فيها وبتعملوها، ورش العمل. النهارده احنا بنعمل ورشه عمل على ازاي تكون القصيده مثلا متناسبه او متعايشه مع احداث ثورات الربيع العربي. عندنا 2 3 بيكتبوا في الموضوع ده، وعندنا الدكتور حسن متخصص في الحته دي، وعندنا هشام مهتم بالاعلام في الحته دي، وعندنا الاستاذ نظير هيوفر لنا المكان ده ونعمل ورشه العمل ونشتغل فيها. ورشه في 2 في 3 في 4 في 5 انت بتكبر والاعلام هيجي لك وبتفرض نفسك والاعلام هيجي لك. لكن انا هقعد اسمع واقول القصيده تمام ونمشي ونيجي تاني يوم هنقعد نفس الاسبوع ده اللي ما قالش الاسبوع اللي بعده التاني هيقول، لا هتستفيد من النهارده هشام هيجي وانا همشي. والله بعت لي هنشر لك، ما بعتليش خلاص انا مش هدور عليك لان انا ما عنديش وقت. لكن انت امتى بقى تفرضني عليك؟ لما ليك عامل حاجه كبيره في المركز هناك ابتدي اقول لا ايه الموضوع ده، ايه ورشه العمل اللي بتتعمل عن الشعر وارتباطه بثورات الربيع العربي، وعندنا 2 من المجموعه بتاعتنا دول هيقولوا قصايد وهيشتغلوا فيها، وعندنا الدكتور حسن هيجي يقطعهم ويعمل وحد من بتوع التاريخ هيجي يقول له المساله التاريخيه مش متوافقه معاك في الحته دي، وحد من بتوع علم الاجتماع وعلم الانسانيات يقول له انت هنا وانت بتتكلم عن ثورات الربيع العربي ما خدتش بالك ان في انعكاس انساني طويل وبيئه كانت هتوصلنا للمرحله دي. يا جماعه على فكره المساله مش مساله اختلاف اجيال، انتوا نفسكم مختلفين مع بعض، انتوا كشباب مختلفين مع بعض. تعرفوا انتوا لو شباب مش مختلفين مع بعض كانت الثوره 25 يناير نجحت. شكرا، وهذا تعبير رائع لا اتفق معه لا قلبا ولا قالبا. القي الكلمه للدكتور حسن يوسف كتعقيب في دقيقه بالضبط. الاستاذ هشام ذكر بان ورشه عمل خاصه بالربيع العربي. انا بقول على سبيل المثال، انا ما بقولش كده، انا بدي عشان اوضح المساله تمشي ازاي. على سبيل المثال هذا مثال للشاعر الحقيقي لا يقبل، لان الشاعر لا يكتب عن فتره معينه وان كتب عنها تموت كلماته بموت هذه الفتره. الشاعر الحقيقي يكتب للغد. يا سيدي الفاضل ان لم تكتب عن ثورات الربيع العربي انت بتهم الفتره من تاريخها. لا باس اكتب عن الفن والابداع، مش لازم انت تكون كاتب. يا استاذ هشام هو انت انا عايز اسالك سؤال، هو بس اديني بس، هو الادب مش معناه ان انا ممكن اتاثر انت ما تتاثرش بالحدث؟ انا كاتب عن الربيع العربي، طب ما تجيبني يا استاذ هشام مثلا. أستاذ هشام، انا بتكلم كشاعر، تمام؟ باستطاعتي ان اكتب الان عن الربيع العربي، الان اكتب عن الربيع العربي واترك قصيده تقرا بعد 100 سنه تنطبق على الواقع المعاش. باستطاعتي ان اقول حدث في سوريا وحدث في مصر، هذا اقرب ما يا سيدي انت ماسك في الفكره، انت ماسك في الفكره في النص اللي انا بديك مثال. انا الهدف عندي ورشه عمل، انك تعمل ورشه عمل اختار الموضوع اللي انت عايزه. انا مش طرف فيه، انا مش بتاع ادب. اختار الموضوع اللي انت عايزه بس. انا بقول لك على سبيل المثال عشان تقدر تكبر المجموعه بتاعتك، تقدر تكبر المجموعه بس. هو الحقيقه يا جمال حاتم ما سابش فرصه لاي يا جمال يا حاتم الحقيقه ما سابش فرصه لاي واحد من الشباب ان هو يعلق او يقول اي سؤال، فانا بفتح لكم باب السؤالات وتقفل يا جمال حاتم وادي فرصه للشباب يتكلم لو سمحت. لان هو احتكر القعده لحسابه بصراحه. حتى نسمع الاراء، مش مهم نسمع الشعر النهارده، المهم نسمع الناس. لا احنا عاوزين يعني نترك انطباع خاص مع الاستاذ هشام من شعراء الاسماعيليه. يا سيدي انا من الاسماعيليه وانا اديب وبكتب ادب من الثمانينات، بس انا يهمني ان انت تخرج من هنا من كل ندوه بتعملها. انا بكلمك انا كل ندوه بتعملها تخرج بحاجه. اترك الكلمه الان في ملعب اصدقائي ولكم 5 دقائق مجتمعين عشان الشعراء ياخذوا حقهم.
حد عنده سؤال يا جماعه للساده الضيوف؟ الكوره مع نبيل شنوده. لا بلاش، لان انا سالت استاذ هشام كذا مره لا انا جايز ما يعني هو الراجل الصراحه يعني اداني اجابه عجبتني، ويعني اتعب لان ما حدش هيساعدك، هو جابها من الاخر. الراجل قال اتعب واعمل نفسك بنفسك لان ما حدش هيساعدك وما حدش هيمد له. استاذنك اقول لك مثال صغنن قد كده في دقيقه واحده. وانا شغال في السعوديه كان في شباب بيشتغلوا في شركه مبيعات، رايحين زي حضراتكم كده شباب مع بعض 5 راحوا مع بعض. فجه صاحب الشركه مدير الشركه جاب واحد فيهم قال له تعالى انت الرئيس على ال4 دول، وادي المنطقه اللي هتشتغلوا عليها. هم بيبيعوا ادوات مكتبيه، بيأسسوا منازل وحاجات كده. ال4 دول فيهم الاخ ده مش على هواك، راح مشغل ال3 التانيين قدامهم المناطق الاساسيه، المناطق اللي فيها شغل، والتاني راح ممسكه حته زي جبل. المفترض انه اخر كل شهر بيجيب تارجت عشان يتحاسب عليه. الولد يركب عربيته الصبح يروح جبل زي من هنا كده لغايه اخر الاسماعيليه طريق، وهو ماشي كده يلاقي واحد سوداني قاعد بشويه خشب يقعد جنبه يشرب معاه الشاي ويروح. كل يوم يروح يشرب الشاي ويروح مفيش شغل، والتانيين عمالين يعملوا في تارجت. بس كل يوم ياخد عربيته الصبح ويتكل على الله يروح نفس المشوار. الراجل السعودي معدي لقاه قاعد، قال له يا ابني انت كل يوم قاعد لي في الحته دي، انت مين؟ انت بتعمل ايه هنا؟ قال له والله انا شغال في كذا كذا كذا، ويعني شوف كده اي حاجه بتفتح على المنطقه ولا حاجه. قال له يا ابني طب احنا اهو بنعمل اهو بنأسس اهو، خش اعمل لنا الكلام ده. وهو خلاص اخذ انذار بالرفض. ماشي خلاص، قال لك انا الم ورقي وحاجاتي وماشي، ما بيجيبش شغل. بس كل يوم هو عنده هدف لازم يعمله. قال له خد العماره دي كده من بابها 3-4 مليون اسسها لي، طلعت عمولته في ال 3-4 مليون ريال. يعني المساله ان انا عشان اعمل حاجه لازم يتعب ويصبر. لكن انا هقعد اقول في ادب واطلع وارجع نتقابل الاسبوع الجاي وتجيبوا الاستاذ والله احنا بنحارب برضه استاذ هشام على فكره، مش مجرد ندوات بنقعدها بس، لا الاستفزاز. يعني انا ممكن مثلا انا شايف مثلا واحد زي مرتضى منصور، تمام، طالع كل يوم في القنوات يشتم ويزعق ويعمل، وخلاص انا مقتنع دلوقتي ان 3/4 الشعب بيكره مرتضى منصور وبيكره يشوفه على التلفزيون. ليه الاعلام مصمم يطلع لك اللي انت بتكرهه؟ انت مختلف معايا ان الاعلام بقى اعلام تسويقي؟ لا مش مختلف. يبقى بيبيع بيه. بيبيع بيه، هيكسبه ايه اذا كان الناس بتكرهه؟ مين قال لك انا مالي ومال الناس تكرهه ولا تحبه؟ انا ببيع بيه. النهارده هقول لك انا مثال بسيط، مش هنبعد بعيد. انت مش بتشوف الصندوق الاسود؟ تمام. اللي بتاع عبد الرحيم، اتصل بيه طارق نور يوم الخميس قبل البرنامج الحلقه الثانيه، قال له خف عن سويرس شويه، بلاش تتكلم عن سويرس، انا بكلمك بقى من الناس صحابنا اللي جوه اللي هم بيقطعوا الارسال وبيعملوا الارسال، مش ناس عاديه يعني. قال له خف عن سويرس شويه، ده رجل اعمال مصري وبلاش تتكلم معاه. راح داخل عبد الرحيم علي في الحلقه بتاعت يوم الجمعه وطخ طخ طخ طخ. راح سويرس متصل بطارق نور قال له في ايه؟ قال له يا فندم ده بيدخل لي 10 مليون اعلانات. قال له 20 مليون. قال له يا ابني اقطع على امه، يلا انا مش اطلع بره. انت في خلاف، انا ما بقول لك بحقيقه في خلاف على انه تسويق. انت بقى بتكره عبد الرحيم علي، هو بيتكلم صح، هو مخبر، هو مش مخبر، هو في الاخر واحد مدور على تسويق وفلوس. يبقى الاعلام في الاخر بقى ايه؟ اعلانات. يبقى انا لازم لما اجي اتعامل مع السوق يا جماعه لازم ابقى فاهم امكانياتي، لازم اتعامل معاه بفكره. لكن انا هقعد اقول ايه انا همشي كده وهم ماشيين كده، مش هتنجح. استاذ هشام زكريا شاكرين جدا على التفاؤل الرائع اللي طرحه الاستاذ هشام، والاستاذ السيده شيماء.